لصاحب الدعوة الرجل الذي جمعنا هنا. ولقد تعلمنا يا فضيلة الإمام أنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ليس من المعقول أبدا أن يكون اتصال هاتفي من هذا الرجل يجمع هذا الناس، ولكنه مدد رباني جمع حوله الناس. فهذا الرجل ملك القلوب فاجتمعت حوله القلوب، ثم حضرته الأبدان خلف نداء قلبها، وكأن الله أرضاه فجعله راضيا، وأهله من قبل يسموه راض. فقد علمتمونا أن الله يقدر الأسماء لمسمياتها، فلإبراهيم الخلة، ولوطا ليكافح اللواط، ومحمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء. وهذا راض لأن الله سيرضيه الآن وفي كل أوان. نسأل الله له الرضا. كلمة الراعي والداعي معالي السيد اللواء راضي عبد المعطي، اسمعوا وأنصتوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الفخر بهذا المظهر الحضاري المحترم، كل التقدير لكل أهلي من قرى مركزي تمي الأمديد والسنبلاوين ورموز محافظة الدقهلية اللي موجودين في هذا الحدث الهام لدعم الدولة المصرية. ودائما نقول أننا نلتف لدعم الدولة المصرية، ليست مشكلة دعم رئيس. إذا كنا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فندعمه في صورة الدولة المصرية اللي احنا بنفتخر بانتمائنا إليها. ويعني بالنسبة لنا مصر هي قبلة الحياة بالنسبة لنا. أنا سعيد جدا بهذا التجمع اللي جاي بطيب خاطر، اللي جاي بحب، اللي جاي بتكاتف. هستأذنكم قبل ما نبدأ أي كلام إن احنا نقف دقيقة احترام وتقدير وإجلال وتعظيم للدولة المصرية اللي احنا موجودين هنا عشان خاطرها. اتفضل. هو في حاجة؟ كل التحية والتقدير للرموز اللي شرفونا، وبشكرهم رغم معاناتهم في الطريق حتى الوصول هنا. يعني كنا بالأمس جايين من القاهرة على جامعة دمياط، وكان عندنا ندوة تثقيفية في جامعة دمياط لدعم الدولة المصرية، وكنت برفقة الأستاذ والكاتب الكبير الأستاذ أسامة سرايا، فضيلة الدكتور الشحات العزازي. قبلها بيومين كنا في أسوان في رحلة للدفاع عن الدولة المصرية، وكان معي الفاضل المحترم الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة شرشر. سعيد بتواجد حازم بيه نصر، حازم بيه مديرية التربية والتعليم، النائب ناجي عبد المنعم، النائب خالد الحداد، كل الرموز، رموز نقابة المعلمين المحترمين اللي بيدوا مثل في المشاركة في هذا الحشد. والسيد خلف الزناتي نقيب عام المعلمين على مستوى الجمهورية كان تحرك من طريق القاهرة، ولكن ظروف مرضية ألمت به، فأنا اللي قبلت الاعتذار. برحب بأخي وابن المرحوم المحترم اللي احنا كنا بنعزه ونقدره، الأستاذ محمد محمود نبيه،
وهو منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي في الدقهلية. كل التحية والتقدير لكل الرموز حتى لا أترك أحد، كلهم لهم كل التقدير والاحترام. الأستاذ الدكتور يوسف عامر الأخ والصديق وكل شيء، وهو يعني له في حياتنا حاجات كثيرة، رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ. المرأة طبعا على رأسنا، المرأة هي نصف المجتمع، وهي صاحبة الضربة الجوية في أول استحقاق سياسي اللي السيد الرئيس راهن عليها. احنا موجودين النهاردة في هذا الحشد، وهو يعتبر أول مؤتمر انتخابي لدعم السيد الرئيس في مركز تميل أمديد والسنبلاوين. هو رسالة للجميع ان احنا ايد واحدة، رسالة للجميع ان احنا بيربطنا رباط قوي. بشكر الحضور المحترم، الحضور العظيم، الحضور المشرف امام الرأي العام. ولما دعينا لهذا الحضور لم ندعوه واحنا مش موجودين معاكم، ولم ندعوه واحنا مش هنبقى موجودين معاكم امام اللجان في كل البلاد. يعني انا ما دعيتش وسياده النائب محمد عبد المعطي واللواء سعيد دعوا وهم قاعدين في مصر. انا بدعي وانا هنا، وبدعي وعهد ان احنا نبقى موجودين في الثلاث ايام في كل اللجان في مركزي السنبلاوين وتميل أمديد. كل اهالينا بتواصل مع كل اهالينا في المحافظات حتى على مستوى الجمهوريه. احنا كنا في اسوان وكنا في دمياط امبارح، لان هي رساله ان احنا ندعم دولتنا اللي بنت واسست ووجدت من يدافع عنها وقت ان تعرضت للاختطاف. تعرضنا للاختطاف بشكل منظم في 25 يناير، ثم جاء من يعدل البوصلة في اتجاه الوطنية، ثم جاء من حمل كفنه على يديه حتى ينقذ الوطن. أنا كنت وقتها في مكتب السيد وزير الداخلية، وكنت صاحب فكرة إنشاء قطاع لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية حتى تكون هناك رباط وعلاقة طيبة بين المواطنين وبين رجال الشرطة، اللي أنا بأكن لهم كل التقدير والاحترام وبقدم لهم كل الشكر على تواجدهم وتأمينهم هذا المؤتمر الحاشد بمعنى الكلمة. جاء من ضحى من أجل مصر، جاء من ضحى لينقذ مصر، فليس بكثير عليه أن نقف لندعمه في صورة الدولة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا بعته في التوقيت ده بالفكر ده بالإرادة دي، عشان ربنا كاتب ان هو يحفظ مصر بهذه الإرادة وبهذه القوة. لم يكن عنده ملائمة أو مواربة حينما فكر في القضاء على الإرهاب، حينما فكر في بناء دولة جديدة، حينما فكر في بناء أركان الدولة بشكل محترم. مشروعات قومية عملاقة، منظومة متكاملة للطرق والكباري، منظومة للقضاء على العشوائيات، مدن جديدة للأكثر احتياجا في كل محافظات مصر، عاصمة تليق باسم مصر العاصمة الإدارية، وعاصمة أخرى في العالمين. أشياء ليست إنجازات ولكنها معجزات، معجزات بمعنى الكلمة. بنواجه تحديات ورغم كده صامدين. كل التحديات العالمية سواء الأخيرة في العدوان الغاشم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني أو الحرب الروسية الأوكرانية أو وباء كورونا، كلها مؤثرات اقتصادية
وتحديات عالمية أثرت علينا، لأن احنا جزء من العالم وجزء مهم من العالم. لكن عشان عندنا إرادة واجهنا الإرهاب وبنينا وبنبني وهنبني، لأن دي مصرنا، ودي مصرنا اللي محتاجة تكاتفنا عشان نقف في ظهر الدولة، نقول للعالم كله ان مصر دولة قوية، دولة عظيمة، دولة رائدة، وان الشعب المصري في ظهر الدولة المصرية وفي ظهر القيادة السياسية. عاوزين ندي نموذج للعالم نقول له مصر ملهاش مثيل، مصر ام الدنيا. انا ليا مقالة بكرة في العدد الاسبوعي في الجمهورية، مصر اولا واخيرا هي الوطن الاول والملاذ الاخير. ما عندناش احسن واعظم واحن وافضل من مصر. حد يقول لكم الاسعار والظروف الاقتصادية والدنيا مش عارف عامله ايه، انا مش هقول لكم كلام. اي واحد فيكم ليه حد قريبه بره في اي دولة يرفع السماعة يكلمه، يبعت له رسالة واحنا قاعدين دلوقتي يقول له سعر السلعة دي كام عندك، هيرد عليه هيقول له الاسعار هنا اعلى من مصر بكتير. فلازم نواجه تحديات في مشروعات قومية، اللي جاي افضل، اللي جاي احسن. مصر افضل من كل دول العالم عشان لنا الشرف ان احنا بننتمي اليها. وانا يمكن قلت الكلام ده في اسوان، قلت احد الزملاء احد المستشارين كان معار في دولة قطر ومعاه مستشار من دولة عربية اللي فيها نزاعات، وخلصت الاعارة وتلاقى المستشار بتاع الاخر من الدولة العربية بيقول له لا انا مش عاوز اروح. قال له ليه؟ انت خلصت المدة بتاعتك. قال له انت هترجع، انت عندك وطن، انا ما عنديش وطن. فاحنا عندنا وطن محتاجين نحافظ عليه، عندنا وطن محتاجين نقف ندعمه. انتوا شايفين حجم المخاطر وحجم التحديات الموجودة، واحنا معاكم يد بيد ومعاكم في اي وقت. واللي ما يلاقيناش اصلا معاه في ال3 ايام يقول الناس دي كدابة، واللي يقول لك الكلمتين دول النهاردة ويسافر يقعد في مصر بكرة يبقى كداب. لا، احنا اتعودنا الصدق واكتر حاجة نتعلم فيها الصدق نبقى صادقين مع مصر. كل الناس اللي جت والرموز اللي جت دي جاية بحب، وجاية المشوار ده بحب وباقتناع لدعم الدولة المصرية. انا يعني مش عاوز انهي الكلام معاكم، مش هقول لكم، مش عاوز اطول، لا انا مش عاوز انهي معاكم، لان بتكلم معاكم بحب والمح في عيونكم الحب. كل التقدير بأنحني لكم فرد فرد، ورجل وسيدة وشيخ اللي حضر لعندي هنا جميله على راسنا، لان احنا كلنا موجودين عشان خاطر الدولة المصرية. انا بستأذنكم ان احنا نصفق تصفيق حاد للدولة المصرية.